النهاردة هنتكلم عن كتاب الرجال من المريخ النساء من الزهرة. الكتاب بيعتبر من أشهر الكتب اللي بتتكلم عن العلاقات ما بين الستات والرجال. الفكرة الأساسية إن الكاتب افترض إن الرجالة كائنات مخلوقة على كوكب المريخ، وإن الستات كائنات مخلوقة على كوكب الزهرة. وفي يوم من الأيام من خلال المناظير المكبرة الرجالة اكتشفت الكوكب اللي فيه الستات، فركبوا سفنهم الفضائية وراحوا لكوكب الزهرة. ولما قابلوا أهل الزهرة تعرفوا عليهم وحبوهم، ونشأت بينهم مشاعر جميلة وعلاقات جميلة، وقرروا يعيشوا مع بعض وعاشوا في تفاهم ومحبة، لأن كل واحد منهم مقدر إنه من كوكب مختلف تماما عن الكوكب التاني. وفي وقت من الأوقات قرروا إن هم ينزلوا يعيشوا على كوكب الأرض. العيش على كوكب الأرض وأجواء الأرض عملت لهم نوع من أنواع فقدان الذاكرة الاختياري، فنسوا الاختلافات اللي ما بينهم، وكل واحد افتكر إن الطرف التاني بنفس تفكيره ونفس فهمه ونفس طريقة تعامله، ومن وقتها نسيوا الاختلافات اللي ما بينهم، وكل واحد ما بقاش يتعامل مع التاني على الأساس ده، وبناء عليه دي كانت بداية الخلافات ما بين الرجالة والستات. مبدئيا الكاتب بيشرح الفرق ما بين الرجالة والستات، فسمى الرجالة أهل المريخ، فبيقول إن أهل المريخ بيمجدوا القوة والإنجاز، وإن هم بيحسوا إن هم حققوا ذاتهم من خلال القدرة على تحقيق نتائج، يحل حاجة أو يحل موقف ويوصل فيها النتيجة، وإن شعورهم بالإشباع بيتم عن طريق النجاح، وإن كل شيء على سطح المريخ بيعتبر انعكاس للقيم دي، ودايما مشغولين بالأنشطة دي زي الصيد، سباق العربيات، الكورة، ويحبوا يعملوا الحاجة بنفسهم. على الوجه الآخر سمات الستات اللي هو شرحها بأن هي الحياة على سطح الزهرة بيبقى عامل إزاي، قال إن للمرأة قيم مختلفة تماما عن الراجل. هي بتقدر الحب والعلاقات والتواصل والجمال، وبتحس بالإشباع بالمشاركة، وإن التواصل مصدر هايل للإشباع عندها، وإن هي تتواصل مع مشاعرها وتتكلم وتعبر عنها أهم بكتير من إن هي يبقى عندها أهداف وإنجاز الغالبية يعني. ومن الأدلة القوية اللي الستات بتعبر بيها عن حبها إن هي تساعد الناس اللي حواليها حتى لو ما طلبش منها ده. الكاتب بيقول لما الرجالة والستات نسيوا الفروق اللي ما بينهم دي جالهم حالة من الإحباط، وبقوا ساخطين وعندهم مشاكل ما بينهم وما بين بعض. وافترض كل واحد منهم ان هو المفروض الطرف التاني يفكر زي ما هو بيفكر ويحس زي ما هو بيحس. وظهرت اكتر شكوى بتعبر عنها الستات ان الرجالة ما بتسمعش، في المقابل ظهرت اكتر شكوى بيشكي منها الرجالة ان الستات دايما بتحاول ان هم يغيروهم، واللي الست مش مدركاه ان هي لما بتدي نصيحة الراجل هو ما طلبهاش، هو بيشوفها شخصية انتقادية جدا، وإنها ممكن تكون هجومية، في حين إن هي نيتها إن هي تعبر له عن حبها واهتمامها بيه، وبتعرض نصيحتها دي عشان خاطر تساعده على حل مشكلته من وجهة نظرها، وإن اقتراحها ده بيضايقه ويحرجه، ورد فعله مش بيكون إيجابي معاها. ده بالعكس ممكن لو كان بيتعرض للنقد في طفولته أو شاف مامته بتنتقد والده وهو صغير يكون رده عنيف. والكاتب بيفترض إن الراجل بيحب يحس إن ينظر إليه على إن هو الحل مش إن هو المشكلة، فمهما كانت رغبتك صادقة وحقيقية إنك تساعديه، إلا إن هو بطبيعته بيفهم المساعدة دي بشكل جارح ليه، في حين إن الرجالة بتسيء فهم الستات لما الست بتبقى متضايقة وتحب تتكلم وتعبر عن مشاعرها. هو بيبقى شايف حاجة من الحاجتين، يا إما هي بتطلب منه حل أو بتنتقده أو بتحمله مسؤولية المشاكل اللي هي بتتكلم فيها حتى لو هو مش مسؤول عنها بشكل مباشر، وهي ما بتبقاش قصده ده، هي بس حابة تتكلم علشان تعبر عن نفسها وترتاح وترتب أفكارها، وتبتدي بعد كده تشوف هي هتعمل إيه لما تحس بالارتياح وإن الضغط ده قل من عليها بمجرد بس ما إن هي بتتكلم. فلو عرف الراجل إن الست لما بتتكلم بس محتاجة إن حد يسمعها من غير حلول، هي مش مستنية حلول، بس يسمع بصبر وفهم وحب، وسواء تقديم الست نصايح للراجل أو إن الراجل ما بيحبش يسمع الكلام أو الشكوى الكتير من الست وبيقدم لها حلول من وجهة نظره، بتبقى النية حسنة من الطرفين، بس بيبقى فيه غلط يا في الطريقة يا في التوقيت. وبيقول الكاتب إن أكتر حاجة مختلفة ما بين الستات والرجالة الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع الضغط أو المشاكل. هو قال إن الراجل لما بيتعرض للضغط بيدخل الكهف، تركيزه بيقل،
وبيبقى كلامه قليل ومركز على المشكلة الكبيرة اللي هو بيواجهها وبيحاول يدور لها على حلول. وقتها بيبقى مشتت واهتمامه بالناس اللي حواليه بيقل حتى لو هو مش واخد باله. وأول ما بيلاقي حل بيرجع له تركيزه ويبتدي يرجع لطبيعته واهتمامه بالناس اللي حواليه. الفكرة إن لما الراجل بيبقى في حالة الضغط دي، الست بفطرتها بتبقى عايزة تقدم له المساعدة حتى لو مش بنفس الشكل ونفس الطريقة اللي هو محتاجها أو اللي هي فعلا تقلل عنه الضغط ده. فبتحب تتكلم أو تسأله ماله. ولما بتلاقيه منسحب أو لما بتلاقيه اهتمامه وتركيزه أقل، بتحس بشكل لا إرادي بأحاسيس تانية خالص ممكن تكون أحاسيس سلبية. فتبتدي بقى تعلق، أنت مش مهتم، أنت مش بتسمع، في حين إن هو بيبقى معتقد إنه لما يحل المشكلة اللي في حياته دي هتأدي في الآخر إلى إن حياتهم كلها هتبقى أريح. يعني دي مشكلة لما يحلها هو هتبقى في صالحه وصالحها هي كمان، بس هي الضغط ده وحالة السكون وحالة قلة الانتباه وحالة قلة الكلام دي هي ما بتفهمهاش كده، لحد ما توصل لاستنتاجها الشهير: انت ما بقتش تحبني، انا مش مهمة بالنسبة لك. وبالتالي الراجل بيبقى شايف الست ان هي بتتكلم كتير، والست بتبقى شايفة الراجل ان هو بيتجاهلها، في حين ان تعامل الست مع الضغط او حل المشاكل بيبقى مختلف تماما عن الراجل. هي في العادي بتحب تتكلم بشكل عام، تتكلم في المشكلة اللي حاصلة دي ومشاكل تانية، مشاكل قبل كده، مشاكل حالية. بتحب تبص للصورة بشكل أوسع وتتكلم في الحاجة بزوايا كتير وتفاصيل كتير. هي مش بتدور على حل مباشر وحالي قد ما بتدور على راحة من خلال التعبير عن مشاعرها وتحس إن هي مفهومة من الراجل. وقد ما بتتكلم بشكل عشوائي قد ما انزعاجها ده بيبتدي يقل وتبتدي ترتب أفكارها وتعرف هي هتتصرف إزاي وتحل مشاكلها إزاي. نقطة تانية، الراجل بيبقى فاكر إن كل التفاصيل اللي هي عمالة تقولها دي مسؤول إن هو يفهمها كلها ويربط ما بينها ويحاول يدور فيها على حلول، وده بيخليه مرتبك وبيخليه حاسس إن هي بتتكلم كتير. وبالتالي عرض الكاتب الحل. لو الست فهمت إن الراجل لما بيبقى عنده مشكلة بيبقى محتاج إن هو ياخد جنب ويفكر في مشاكله، حتى لو اهتمامه قل، حتى لو تركيزه قل، إلا إن ده بيبقى حاجة أساسية هو محتاج يعملها. إن الست تحترم حاجة الراجل للانسحاب وإن هو يدخل كهفه ويفكر في مشاكله حتى لو اهتمامه قل وحتى لو تركيزه قل، وإن هو بيتعامل مع الضغط بالشكل ده. وقتها هي هتبقى مش حاسة إن دي مشكلة، وهتبقى عارفة إن هو بمجرد ما يلاقي حلول لمشاكله هيرجع لطبيعته. نفس الأمر بالنسبة للراجل، لو فهم إن الست بتبقى محتاجة تتكلم علشان تحس إن هي مفهومة وإن الكلام في حد ذاته بيريحها ويديها نوع من أنواع فهم الأكتر لمشاكلها والفهم الأكتر لمشاعرها، وإن هو اتعلم يسمع حتى لو مفيش ردود وحتى لو مفيش حاجة يقولها، بس إنه يسمع، وقتها الستات مش هتحس إن الرجالة شايفينهم بيتكلموا كتير ومش مفهومين. وقتها هيفهموا إن دي طريقتهم في التعامل مع الضغط، وإن المشاكل مصيرها تتحل وكل واحد يرجع لطبيعته اللي التاني عارفها عليه.